الفارس الأبيض يعود بقوة للدوري المصري في مباراة قوية وحماسية، وخاصة في الشوط الأول، وخصوصا الدقيقة 21، والهدف الأول عن طريق عدي الدباغ في كرة تصدى لها محمد صبحي، وتأتي على قدم ناصر منسي اللي بيرسلها لعدي الدباغ بتمريرة سحرية، لينفرد عدي بصلاح ويحرز الهدف الأول. وتأتي الدقيقة 39 ليحرز الزمالك الهدف الثاني عن طريق حسام عبد المجيد، ومن ركلة جزاء صحيحة 100%، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل لا شيء للزمالك على بتروجيت، وبكده يرفع رصيد الزمالك إلى 25 نقطة ويصل إلى المركز الرابع. ومتنساش تصلي على النبي عليه أفضل